يا باشا نورت مصر. جيث ثرب بيصل للقاهرة منذ ساعات، وإن شاء الله هيكون في مؤتمر صحفي ضخم بكرة في النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي افضل حال. جيث ثرب اللي احنا بنعلق عليه امال كبيره جدا هيتم تقديمه، وهيكون في مؤتمر صحفي كبير، واكيد هنستفيد من الاسئله اللي هيتسالها، لان في اسئله كتيره جدا في دماغنا حابين ان احنا نعرفها. طرق اللعب، معرفته بالنادي الاهلي، طموحاته مع الفريق، ان شاء الله ناوي على ايه في الميركاتو القادم، شاف اللعيبه ولا لسه. كل الامور دي عايزين ان احنا نعرف. هل تابع بعض المباريات للاهلي ولا لا؟ كل الكلام ده اكيد هيكون فيه اسئله مهمه جدا للراجل، ان شاء الله باذن الله بكره هنعرفها. كمان انا متفائل جدا لجيث ثرب ان شاء الله انه في الاهلي ممكن يعمل حاجه، خصوصا مع الارقام الحلوه اللي انا كنت قلتها قبل كده في فيديوهات سابقه للراجل، سواء في الناحيه الهجوميه او حتى كمان في عدد مرات الفوز في المباريات، وحساب البوندسليجا اللي بيتغنى بجيث ثرب. حساب البوندسليجا على الفيسبوك تقريبا كده كل كام ساعه بتلاقيهم منزلين بوست حلو قوي لجيث ثرب، بيقول لك فيه قد ايه ان الراجل دوت عظيم، وقد ايه ان اسلوب لعبه جميل، وقد ايه انه هيفيد النادي الاهلي لما يروح يتعاقد معاهم. فلا يعني ان شاء الله باذن الله يكون حاجه كده شبيهه لفايلر. اتمنى من كل قلبي ان جيث ثرب حتى لو كان سيفيه يعني مش اقوى حاجه وكله على بعضه بطولتين دوري وبطوله كاس في الدنمارك، لكن ان شاء الله باذن الله يكون خليفه لفايلر، خصوصا ان هو اصلا اسلوب لعبه دايما بيميل للهجوم، ودايما بيكون بيحب ان هو يهاجم. عايز اتكلم في جزئيه مهمه جدا تخص النادي الاهلي. حسين الشحات واحمد عبد القادر بنسبه كبيره ان شاء الله هيجددوا للنادي الاهلي. كان في جلسه النهارده مع وليد صلاح الدين، والاثنين ابدوا رغبه، مش بس ان هم مرونه، لا رغبه في التجديد. حسين الشحات حتى في خيارات كتيره جدا وليد صلاح الدين اتكلم معاه فيها، ممكن مثلا يجدد مع الاهلي ويروح اعاره مثلا موسم ولا حاجه في اي نادي بره، بحيث ان هو يعمل فلوس حلوه. كمان احمد عبد القادر من بعد اللي حصل في نادي الزمالك والدربكه واللخبطه الكبيره اللي حصلت في الزمالك، ابدى هو كمان رغبه شديده في ان هو يجدد مع النادي الاهلي. فانا اعتقد من وجهه نظري ان هما الاثنين هيجددوا من قبل حتى ما سيد عبد الحفيظ والمجلس الجديد يمسك في شهر 11. كمان عايز اتكلم معاك في جزئيه مهمه جدا تخص السوبر المصري. خلاص بنسبه 100% تاكد اقامه السوبر المصري في اماره ابو ظبي في دوله الامارات الشقيقه. هيكون من يوم 6 ليوم 9. من يوم 6 الاهلي هيقابل سيراميكا في استاد هزاع بن زايد، والزمالك هيقابل بيراميدز في آل نهيان، والنهائي هيكون على استاد هزاع بن زايد، والمركز الثالث والرابع هيكون على استاد آل نهيان. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. الراجل داخل على وقت صعب جدا مع الاهلي، داخل في امور كتيره جدا، بطولات كتيره جدا محتاج ان هو يعني يحققها. عندك بطولة السوبر المصري، عندك دوري الأبطال، عندك دوري المصري، تقريبا 8 ماتشات في 3 بطولات في أقل من شهر. يعني أول ما هيجي يمسك كده النادي الأهلي هيروح على طول على بروندي أدغال أفريقيا، يلعب مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وبعد كده يرجع يلاعب الاتحاد، وبعد كده يلاعب إيجل نوار في مباراة العودة على استاد القاهرة، وبعد كده يقابل بتروجيت. بعد كده عنده كمان ماتشين مهمين جدا في السوبر المصري، واكيد هيبقوا صعبين جدا جدا، سواء ماتش سيراميكا او حتى الماتش الثاني مع الزمالك او بيراميدز. اكيد ايا مكان منهم اللي هيلاعبنا اكيد الماتش هيبقى صعب جدا. فبطولات مهمة الراجل مطالب ان هو يعني باذن الله يحققها مع النادي الاهلي، وان شاء الله يحققها مع النادي الاهلي من كل قلبي والله العظيم. يعني انا بغض النظر عن رايي في الراجل قبل ما يجي، لكن طالما هو جه ملوش مننا غير كل الدعم وكل الاحترام لحد ما نشوف هيعمل ايه مع النادي الاهلي. بس اتمنى من كل قلبي ان الميركاتو الشتوي اللي الاهلي بدا ان هو يظبط فيه من دلوقتي، وانا مبسوط ان احنا بدانا في القصه بدري بدري، ان احنا ان شاء الله نعالج كل العيوب اللي احنا عملناها في الميركاتو الصيفي، من عدم ايجاد بديل لاسامه ابو علي، ودخلنا السيزون للاسف واحنا ما عندناش مهاجم يعني تقدر تقول عليه مهاجم، لا محمد شريف مهاجم ولا جراديشار يتقال عليه مهاجم النادي الاهلي اطلاقا، مع كامل الاحترام ليهم، انا بتكلم كوره. فيعني دي كانت غلطه كمان ان احنا ما فلترناش الاجانب. يعني جراديشار واشرف داري كان غلطه كبيره جدا ان احنا ما عملناش اللي علينا بصراحه والهوم ورك بتاعنا في الميركاتو الصيفي، فلازم ان احنا نعوض. ومبسوط ان الاهلي بدا يفكر من دلوقتي في الميركاتو الشتوي. في 2 لعيبه من الاجانب الاهلي عينه عليهم وقريب منهم جدا، هتكلم عن واحد والتاني.
اول واحد هو حسام عبد المجيد. انا من وجهة نظري الشخصية المتواضعة حسام عبد المجيد لا يصلح ان هو يكون مدافع النادي الاهلي الاساسي. من وجهة نظري شايف ان هو يعني اقل كمان حتى من الناس اللي موجوده، سواء ياسين مرعي او حتى ياسر ابراهيم. طبعا كده كده اشرف داري انا مخرجه بره الحسبه وبره المقارنه لانه بنسبه 100% بره النادي الاهلي. لكن انا شايف ان اللي هيعوض فعلا بجد في الحته دي او في قلب الدفاع هو محمد عبد المنعم، اللي علينا ان احنا نبدا معاه من دلوقتي التفاوض على فكره رجوعه للنادي الاهلي. محمد عبد المنعم ان شاء الله هيكون على شهر واحد جاهز للمشاركه بنسبه 100%، هيكون خلاص تعافى من اصابته بشكل كامل، يقدر ان هو يشترك في المباراه. انا شايف ان محمد عبد المنعم اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، وشايف انه الحقيقه عودته هتكون مكسب كبير. تخيل بقى لما يكون معاك محمد عبد المنعم ومعاك بعد ما تمشي اشرف داري مدافع دولي قوي جدا، يكون اجنبي تقدر انك انت تعتمد عليه. يبقى معاك واحد تقيل جدا مدافع دولي اجنبي، ومعاك محمد عبد المنعم في قلب الدفاع. انت حليت مشكله ازليه بقالها معانا فتره. كمان ناحيه الباك الشمال، والاسم الثاني اللي انا عايز اتكلم فيه اللي الاهلي عينه عليه من الزمالك وهو محمود بنتايج. محمود بنتايج المفروض ان في وسطاء من الاهلي اتكلموا مع الوكيل واتكلموا مع اللاعب والاثنين ابدوا رغبه. محمود بنتايج هيحل مشكله وازمه كبيره جدا داخل النادي الاهلي في الباك الشمال، مع كامل الاحترام للناس اللي بتقول لك ان ليه اخطاء او ملوش اخطاء. الكلام ده كله يعني انا متفهمه، لكن في الاول وفي الاخر محمود بنتايج لاعب محترم جدا. فكره اخطائه اللي هو بيرتكبها دي بتكون ناتجه عن هبوط حاد اصلا في مستوى الفريق الجماعي ككل، فبالتالي هو نفسه هيتاثر طالما جماعيا الفريق وحش. هتلاقي برضو فرديا على المستوى الفردي حتى اخوان بزيرة اللي هو الفلتة بتاعهم هتلاقيه برضو بيتأثر، وهتلاقي مستواه بيهبط. فبالتالي محمود بنتايج انا شايف ان هيكون ليه دور كبير جدا في النادي الاهلي، وهيحل لنا مشكله الباك الشمال بدل ما نلف وندور ونقعد ندور بقى في الدوريات الاوروبيه ونشوف في شمال افريقيا. انت عندك واحد شفته وجربته وعارف مستواه. وكمان محمود بنتايج احب اطمنك واقول لك ان موضوعه مع الزمالك تقريبا شبه خلصان، هي المساله مساله وقت. وكيله اتكلم في الموضوع دوت، محمود بنتايج اتكلم في الموضوع اكتر من مره، بدا في اجراءات فسخ التعاقد بالفعل بالانذار اللي بعته للزمالك. ده انذار روتيني لازم يتعمل قبل ما تروح للفيفا، لازم تقدم الانذار وتنتظر اسبوع. ما خدتش فلوسك بتروح على الفيفا بتفسخ العقد وانت واقف، مش محتاج تستنى اي اوقات تانية، وبالتالي خلاص بتبقى انت لاعب فري. فلاعب هيجي لنا فري من غير ما نغرم فيه ولا مليم، لازم يكون التركيز عليه بشكل كبير. اما حسام عبد المجيد فمن وجهه نظري الموضوع بتاعه خلصان. بمناسبه بقى محمود بنتايج، كان في النهارده مباراه للاهلي سوري لمصر ومنتخب المغرب. مصر خسرت من المغرب 2-0 في مباراه لم تذاع، محدش شافها خالص، ولا في المغرب ولا في مصر ما اتذاعتش خالص، بناء على طلب المدير الفني المغربي. ما اعرفش ليه بصراحه، يعني لحد دلوقتي لسه في 2025 حد بيعمل كده؟ طب انت بتلعب مباراه بتستعد لكاس العرب، كاس العرب اللي هو لسه في اول 12، وانت هتلعب اصلا مباريات يعني من هنا لحد اول 12 كتير جدا مع المنتخب المغربي كمباريات وديه. يعني خلاص الناس هتسيب كل ده وتبص على ماتشك مع منتخب مصر. الحقيقه حاجه بالنسبه لي غريبه جدا، كنت احب اتفرج على المباراه واحب استمتع بيها، لكن يعني للاسف ما اتفرجناش على المباراه وما شفناهاش. لكن اللي يهمني في المباراه ان محمود بنتايج احرز الهدف الثاني ومصر خسرت 2-0 في المباراه دي. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لمنتخبنا اللي خلاص عنده احتفاليه يوم الاحد القادم بالتاهل لكاس العالم، والاحتفاليه دي هيكون فيها حماده هلال واحمد سعد. حماده هلال هيغني قبل المباراه بساعه، واحمد سعد هيعمل برضو وصله غنائيه كده بعد المباراه برضو بساعه. افرحوا وانبسطوا وانا فرحان اكيد ومبسوط، بس بلاش افوره الله يبارك لكم. لما نشوف احنا هنعمل ايه في كاس افريقيا، لما نشوف احنا هنعمل ايه في كاس العالم اللي المفروض والطبيعي والمنطقي بعد اللي المغرب عملته، مديانا كلنا امل وطموح ان احنا يبقى عندنا رغبه في ان احنا نحقق برضه في كاس العالم حاجه محترمه، ما نقلش عن المغرب في حاجه. فلازم يكون عندنا طموح ان احنا نحقق حاجه. فلما نحقق حاجه في كاس العالم نوصل دور 8 ولا دور 4
نحقق حاجه في كاس افريقيا وناخد الكاس وقتها. انا مش هقول لك نعمل احتفال، ده احنا نعمل يعني اسبوع كامل احتفالات بس لمنتخب مصر، وقتها هيبقى حقنا. لكن تاهل لكاس العالم بدور بالنظام الجديد دوت، وان تسع فرق بيتاهلوا من منتخب من قاره افريقيا، اعتقد ان يعني حاجه يعني المفروض تكون بديهيا وطبيعيا ان طبيعي ان مصر تكون من التسعه الكبار في القاره. يعني موضوع يعني مش محتاج مننا كل الافوره دي، لكن يعني خلي الناس تفرح. انا بشكركم جدا وبشكر كل الناس اللي تابعت الحلقه لحد الاخر. وكمان لو انت ما عملتش اشترك في القناه وفعل زر الجرس. انا احمد السيد اهلاوي، دايما بقدم محتوى عن النادي الاهلي والكره المصريه بشكل مستمر، في لايفات وفيديوهات بتنزل بشكل يومي. فاعمل اشتراكك في القناه يا محترم وفعل زر الجرس عشان ان شاء الله في اللايف القادم تكون انت اول الموجودين. بشكركم جدا، السلام عليكم.